لا لا لا، لكل أب وأم يقولوا مازال بكري على أي شيء غلط للأطفال في تربيتهم. يقولوا مازال صغير ومازال بكري وتو يكبروا ويتعلم وتو يكبروا مش عارفين. لا، أكبر غلط في التربية الشيء هذا. أكبر شيء يخلي الطفل القدام طالع شخصيته مش انضباطية، شخصية مرات دير في هالأشياء خطأ من الصغر، لأن الأب والأم معلموش من الأول إن هذا غلط وهذا صح. نجو باختصار نوضح لكم الشيء هذا. لكل إنسان أو كل شخص فينا في داخله 3 شخصيات أو 3 أشخاص في شخص واحد، تمام؟ بمعنى العلمي احنا نقولوا في شخصية اللي اسمها اي دي تكون مولودة من الطفولة معك من الطفولة، وفي زوج شخصيات تانيات اللي هو الايجو والسوبرا ايجو. هذم شخصيتين كيف نمثلهم؟ نمثلهم بان في شخص اللي هو اللي معك وانت صغير، هذا شخص اناني وما يحبش الا نفسه وكل شيء غلط بديره، اللي هو اي شيء غلط من الطفوله لانه هو يبي الحاجه هذه يسكر راسه يبيها. العيل الصغير لما يجوع يقعد يعيط لين يرضع باش يسكت. هذه شخصيه الاي دي اللي هي شنو؟ شخص يبي كل شيء لنفسه او توا ويدير اي شيء عليه خاطر ياخذها، تمام؟ الزوج الشخصيات التانيات هذه تكونوا معانا لما احنا كل ما احنا نكبروا يتكونوا على حسب التربيه او على حسب الدين والقيم والاخلاق والمبادئ بتاعتنا اللي احنا متربيين عليها، هي تكبر معنا وتنمو الشخصيات هذه. وكل ما الشخصيه هي نمت بطريقه كويسه وبطريقه صحيحه وبطريقه سويه، معناها ان الشخص بيطلع ممتاز، لانه يقعد الشخصيات هذه هي اللي تحفزه. شنو هم زوج الشخصيات هذو؟ شخصيه معتدله، شخصيه اللي هي آه في الوسط، في الحياد، يعني ما تخليكش تدير الغلط وفي نفس الوقت تراضيك. اما الشخصيه الثالثه اللي هي الشخصيه المنضبطه، يعني الشخصيه المثاليه، نقول هذا شخص مثالي. هذه الشخصيه الثالثه اللي هي كل حاجه حرام ولا ولازم ندير هيك ولا، هذه الشخصيه المثاليه، تمام؟ الشخصيتين هما الشخصيه الاخيره هي كل ما كانت متربيه صح وواعيه صح وكان عندها تعاليم ممتازه ان هي تربت صح من الاول، معناها الشخصيه اللي هي في النص الايجو اللي قلنا عليها هذه اللي هي تجي في الوسط، معناها الوسط بتاعها بيكون جي صحيح. مثال ان مثلا شخص في امتحان يبي يغش في الامتحان هذا، تمام؟ الشخصيه اللي هي ولدت معنا من الاول تقول له غش عادي ونبي ننجح نبي نصفي نبي كذا. الشخصيه اللي بالضباطيه الثانيه لا، بتقول له لا هذا حرام وهذا غلط وكذا. لو الشخص الشخصيه الاخيره هي اللي عندنا مش ما تعلمتش ان هذا غلط وحرام من الاول صح، راهو شنو بقول لا حتى سؤال واحد. انا الشخصيه اللي في النص هي بتخليه يغش حتى سؤال ولا سؤالين يقول لي غير باش ننجح. وكذلك في هالاشياء كالسرقه وغير من الامور الثانيه. لكن لو الشخصيه هذيك راهو متعلمه صح وطالعه صح، راهو معناها الشخصيه الوسط راه ذيك يقول لا احنا راهو لو خنبنا ربي بحاسبنا، لو خنبنا مش عارف شيء بيصير لنا، احنا في اخره في جنه في نار. في هالامور التربايه من الصغر هي الاساس. فلذلك الاطفال لما يتربوا صح الاعمار الصغيره واعمار المراهقه وغيرها، لما يتربوا صح ونديروا عليهم كنترول صح، راح بيطلعوا حاجه كويسه في بعدين. ان شاء الله ربي يحفظكم، ان شاء الله لا باس عليكم.